لو في نصيحة واحدة هقولها لبتوع ثانوية عامة الفترة دي، هي إنك تشد دلوقتي. هتقولي اشمعنى؟ هقول لك علشان الفترة دي عاملة زي هاك بتاع ثانوية عامة. يعني إيه؟ يعني أنت في آخر شهر اتنين والشهر تلاتة إنك تجيب آخرك في المذاكرة وتخلص آخر جزء من المناهج بطريقة كويسة جدا. ده هيريحك قوي في المراجعة. المراجعة اللي هي في شهر أربعة وخمسة، كده كده كل ثانوية عامة بتشد الفترة دي وكله بيكون بيذاكر. فان انت تكون مسابق بخطوه ومخلص اخر جزء من المناهج بطريقه محترمه، ده هيريحك قوي في الاخر. وهتفتكر الكلام ده لما تخش الكليه اللي انت عايزها، تفرق معاك اكيد زي ما فرقت معايا. وبس كده، ربنا يوفقكم كلكم. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ شباب ثانويه عامه، انا عارف ان انت تقريبا مش طايق نفسك دلوقتي، مش طايق تسمع كلمه من حد. في منكم اللي لغايه دلوقتي في مواد لسه مش عارف يظبطها، وخلاص يعني العد التنازلي بدا يعتبر. بص، انا هحكي لك موقف كده حصل معايا للناس اللي هي خايفه من المواد اللي هي عطلانه معاها وكده. كانت ازمتي في ثانويه عامه العربي، اجيبه يمين اجيبه شمال ما بيتظبطش. فاكر في اخر شهر 10 ولا في اول 11 كنت في حصه درس عربي. انا عامه مش من نوعيه الولاد اللي هي بتتفاعل في الحصه او كده، بروح على قد الدرس وبروح على طول. فكان المستر كان مدينا حل كده واجب، ان القطعه كانت حوالي 6 8 اسئله كده. المهم فنده على اسمي، المفروض انا اللي هحل القطعه دي، في سؤال في الثاني في الثالث. المهم القطعه كلها جبتها غلط. مش فاكر هو كان رمى كلمه في النص اتريق عليا ولا لا الصراحه. المهم المجموعه كلها لقيتها بتضحك عليا. حرفيا كنت قاعد في الحصه بقول يا رب الارض تشق وتبلعني. الموقف ده انا فاكر ان هو اثر فيا لدرجه ان انا كنت ماشي عايز في الشارع. هو انا حرفيا عامل كل حاجه في الماده ومع ذلك حصل معايا موقف زي ده. المفروض بقى انا لما روحت ما نمتش معايا على السرير، ما فضلتش اصيح والصراحه عيطت كتير وخدت وقتي في الزعل يعني. بس قمت وعرفت انا ايه اللي بعمله غلط وايه اللي المفروض اعمله الفتره الجايه وايه اللي اركز عليه، لحد ما الحمد لله يعني الدنيا ظبطت معايا. ودلوقتي انا الحمد لله لسه كام يوم على امتحانات الترم الاولاني في سنه ثالثه طب بشري. وافتكر برضو ان المجموعه اللي كلها ضحك عليا دي ما طلعش فيها غير انا واثنين كمان تقريبا اللي جابوا مجاميع. فانا عايز اقول لك ان ايا كان الماده اللي واقفه معاك او ايا كان الحاجه اللي انت مش عارف تظبطها، متبقي وقت كبير جدا تعرف تظبط فيه اي حاجه واقفه معاك. وافتكر ان ربنا عمره ما ضيع تعب حد، ان لما الانسان بيسعى بيلاقي. حط في بالك دايما ان العبره بالخواتيم. انا دلوقتي محقق حلمي وحلم ابويا، واللي في يوم ضحك عليا زمان دلوقتي الله اعلم بيه هو فين. فانت حر تاخد الفيديو ده عبره ليك علشان ما تضحكش على غيرك، تاخده حافز ليك وتعرف ان الدنيا لسه ما خلصتش انت وشوقك. المهم خلي عندك ضمير كده وانت بتذاكر، ما تبقاش عند ضلالك. ربنا يوفقك يا جدعان. ما نقعدش نشتكي وما نقعدش نبكي، نشتغل ونتعب على قد ما نقدر، وان شاء الله ربنا هيعيننا. وما تقلقش، احنا في ظهرك، ما تقلقش. انا مش عايزك تقلق. ازاي بقى؟ ما يخصكش. وقت ما هتلاقي انك محتاجنا هتلاقينا معاك. ما تقعدش بقى تقول اصل احنا ما فكرناش فيك، اصل هما مش حاسين بيا. لا، احنا حاسين بيك، حاسين بيك، بس عايزينك تتخلص من العاده السيئه، الا وهي التسويف 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 التسويف. احنا بنحكمك باوقات لان احنا مش عايزينك تسوف. طب انت قادر تعمل كده؟ انت قادر تعمل كده، صدقني انت قادر، والله العظيم قادر، انا بحلف لك اهو. ولكن بمزيد من الاجتهاد. وقلل بقى حضرتك انك تقعد تبص على التليفون والكلام ده والكلام المحبط اللي الناس بتقعد تكتبه. ركز في هدفك، ركز في هدفك. الملتفت لا يصل. الناس اللي بتقعد تلتفت يمينها وشمالها وهي بتحاول تخش في منافسه ما بتوصلش، قلناها مليون مره. فاشتغل واجتهد. الحاجه رقم 2، إذا عندك هدف وحابب تحققه بعد 6 شهور من اليوم، هذا الفيديو ما يطلع لك بالغلط. للصراحة أنا زعلان عليه كتير. إيش رح تحكي لهم لأولادك بالمستقبل؟ كان عندي هدف، كان عندي طموح، كان عن جد بدي أوصل بس ما وصلت. أنت بتعرف مش قد أنا بحبك. صار لي 5 سنين على السوشيال ميديا عم بساعدك. خود هدول ال5 شغلات اللي بدي أحكي لك إياهم وطبقهم اليوم كتير ضروري. 1، ابعد عن الموبايل يوم كامل. 2، اشتري ورقة وقلم وفضي كل الأفكار عليهم. 3، تكتب كل الأهداف وكل الأحلام يلي أنت بدك إياهم على ورقة. 4، تصفن وتنقي هدف واحد تلتزم فيه ل6 شهور. 5، حدد أوقات باليوم تساوي العادات يلي لازم تساويها لحتى تحقق هذا الهدف بعد 6 شهور. بدي أسألك، إيش هو الهدف تبعك؟ اكتبه تحت بالتعليقات وخلي العالم كلها تعرف الهدف يلي أنت بدك إياه. ورجع بعد 6 شهور من اليوم وخبر الكل إنه أنت وصلت للشيء اللي بدك إياه عن جد. ما ينفعش تبقى مأذي نفسيا. في نقطة مهمة جدا أنا عايز أقولها لك، إن إحنا في النهاية مش عايزين نخرج حد عنده مشاكل نفسية. ما هو نفسيتك أنت هي أكتر حاجة أنت بتهمنا في المجتمع. ليه؟ لأن أنت حضرتك هتخرج بعد كده تتعامل مع المجتمع. ما ينفعش تبقى مأذي نفسيا، ما ينفعش تبقى بتتعامل مع الحياة بمنتهى اللامبالاة، ولا بتتعامل مع الحياة بالخوف الشديد. أنت بتتعامل مع الحياة بالمعيار اللي إحنا اتعلمناه في ديننا، اللي هو إيه؟
انت بتعمل دايما اللي هو مطلوب، اللي هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت يا ابني بتعرف تحدد المستقبل وتتوقعه وتحط كده توقعاتك ونتائجك والنتائج بتاعتك وتوصل له؟ لا، دي مش من امكانيات البشر. فعشان كده احنا مطلوب مننا في الفتره دي ابقى انا بتسم بالهدوء الداخلي والسلام النفسي. وكل ما تتوتر اكتر كل ما انت بتضيع فرصه على نفسك اكتر ان انت تحصيلك، انت كده كده هتبذل مجهود، بس تحصيلك اللي انت بتحصله للاسف عمال يتقلص. طب ليه؟ لان حضرتك اوعى تعتقد وتدي لنفسك صلاحيات ان انت هتجيب درجه ثانويه عامه بمجهودك. انت هتجيبها بناء على توفيق ربنا ليك عشان انت بذلت، لكن انت مش هتجيبها بذكائك، مش هتجيبها بمخك، مش هتجيبها بعبقريتك، مش هتجيبها عشان انت جامد تنين مجنح. انت هتجيبها عشان بس ايه؟ ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. انا بعمل ملابسات التوفيق. اللي هي ملابسات التوفيق، ربنا عشان يوفقني انا باخد بالاسباب. ايه اللي هي الاسباب؟ انا ببذل اقصى طاقه عندي، وفي نفس الوقت انا انا اسف يا جماعه ان بعض الناس عايزه توصل لمرحله تك تريك على طول. دي مرحله مش موجوده الا في الاوهام، زي المراحل اللي الانسان بيعتقدها كده ان ممكن هيوصل لمرحله ان هو لما يخلص ثانويه عامه، لما يخش الكليه اللي هو عايزها، لما يتخرج من الكليه اللي هو عايزها، لما الهانم تتجوز، لما البي ان شاء الله باذن الله يبقى يشتغل شغلانه مرموقه جدا جدا، ان هو كده يعيش بقى قدام البحر قاعد، هو يعني قاعد بالمايوه قدام البحر بيتامل السماء والخضره والجبال. هو متخيل ان في مرحله زي كده تيجي. عارف المرحله دي موجوده في الجنه بس. دي من ضمن الاعتقادات الفاسده، اللي هو الولد ممكن فاكر يكون معتقد ان انا هوصل لمرحله من الشطاره اللي على طول، اللي هي على طول انا بس الاسئله كلها بتاخدش في ايدي غلوه. قلبي ده مش موجود، وده لو موجود يبقى الاسئله دي بلاستيك، لكن ده مش موجود. اتخن طالب مهما بلغ به من الجمدان في امتحان ثانويه عامه اخر السنه ما يعرفش يخلص الامتحان في ساعتين. ليه؟ الموضوع فعلا مش زي ما انت متخيل. مفيش حاجه اسمها تك تريك دي. بص، هو اهم حاجه ممكن تسمعها مني النهارده، وفعلا ده هدفها من الفيديوهات الجديده اللي بتنزل، هو اما انت تتغير او تفضل تعيد في نفس اليوم لغايه ما تموت. وكل حاجه لها ثمن. والله انا عاوز ابقى انسان ناجح، هتدفع الثمن بتاع النجاح. والله انا عاوز اجيب الحاجه الفلانيه، هتدفع ثمنها. والله عاوز اجيب مجموع كويس في ثانويه عامه، لازم ادفع ثمنها اللي هي المذاكره واضغط على نفسي. والله عاوز فلوس، لازم تشتغل. والسؤال اللي المفروض يتسأل هنا هو انا مش بكمل في الحاجه، هو ليه اصلا اني دايما بستصعب اني ابدا في الحاجه اللي عايز اعملها. كلنا بنوصل لمرحله الحماس، بس قليل جدا مننا اللي بيوصل فعلا لنقطه البدايه. كأن منطقه الحماس بتجري بسرعه جدا ومنطقه التنفيذ بتمشي على مهلها، ولحد ما القرار ده يتفعل الحماس بيكون وقع. اما الدراسه الثالثه اتعملت في جامعه هارفارد، والعلماء اكتشفوا حاجه غريبه جدا، ان ممكن تكون الدماغ شغاله بس اصلا شغاله في الاتجاه الغلط. يعني بدل ما يشغل نظام البدايه بيشغل نظام المنع. وده بيحصل غالبا اما يكون عندك من جواك خوف من الفشل او توقعات عاليه او ضغط عصبي عنيف. وزي ما قلت لك قبل كده، المخ بيقرر يحمي نفسه، فهو بنفسه اللي بيقرر يوقفك عن انه يشغلك. ودي المشكله اللي صعبه تاخد بالك منها.